آزر راست و زلال بود و زاوی والشيخ سعيد بورياوي شهيد كرد شيخ كردان محمد معشوق غزناوي شهيد كرد شيخ كردان محمد معشوق غزناوي مسكين بدن شهيدان نفيت وراب سربيا حسب آزادي سواربون ريان طول شهيدان حسب آزادي سواربون ريان طول شهيدان راستو زلال بودو زاوي والشيخ سعيد بورياوي شهيد كرد شيخ كردان محمد معشوق غزناوي شهيد كرد شيخ كردان محمد معشوق غزناوي. شهيد الكلمة الشيخ محمد معشوق الغزنوي. إن الحقوق لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة. دماء الشهداء يجب أن تكون قطراتهم سقيا لشتلات حقوقكم. لن نسمح بعد اليوم أن تنسوا شهداءكم. إنما الحقوق تؤخذ بالقوة، يجب أن تكون قطراتهم سقيا لشتلات حقوقكم. لن نسمح بعد اليوم أن تنسوا شهداءكم. هذه الكلمات غيض من فيض كلمات وأقوال الشيخ الشهيد معشوق الغزنوي. ولد محمد معشوق الغزنوي في 25 من كانون الأول من عام 1958 في قرية تل معروف، في أسرة دينية معروفة على المستويين الكردستاني والإسلامي. جده الشيخ أحمد الغزنوي الذي أطبقت شهرته الآفاق. درس معشوق العلم على يد والده إلى جانب دراسته الدراسة النظامية في المعهد الشرعي في باب الجابية في دمشق، ومن ثم في المدينة المنورة لينال شهادة الليسانس في العلوم الشرعية ثم شهادة الدكتوراه من الباكستان. انضم الشيخ إلى رابطة الكتاب والصحفيين الكرد في سوريا مشجعا تأسيسها، وقد صدر له كتاب بعنوان ومضات في ظلال التوحيد، وله كلام في غاية الإنصاف. فلربما علق الشيخ قائلا عن عائلته: إنها ككل العوائل تجد فيها من يهتم بأمر الدين وآخرين يهتمون بأمر الدنيا، وقد تجد من أفراد هذه الأسرة من يدعو إلى الله خالصا وآخرين يدعون إلى أنفسهم، كما أنك قد تجد فيهم موحدا لا تشوب عقيدته أي شائبة، ولا يرى النفع والضر إلا من الله وحده دون سائر الخلق أجمعين. وفي الوقت ذاته قد تجد فيهم من انجرف وراء تيار الجهالة فاعتكف على قبر من القبور سادنا يتاجر بأموال الناس، أو عاكفا عليه وطائفا به يستمد منه العون والقوة والمدد، وأنى له ذلك فمن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. شارك الشيخ معشوق في مؤتمرات دولية عديدة، وترأس الكثير من الندوات في أوروبا والعالم، وكان نائبا لرئيس مركز الدراسات الإسلامية بدمشق. يعد الشيخ ظاهرة استثنائية بين طلاب العلم السوريين. الغزنوي كان كبيرا بحجم سوريا كلها بمسلمها الكردي والعربي، حيث يرى أن الدين هو الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. وهو كردي يرى أن العرب والكرد يشكلان معا وحدة أخوية متكاملة، وأن الكرامة الإنسانية ثابتة لكل بني آدم بتكريم الله له، بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق أو النسب أو اللون. ومن هنا وجب القيام على الحق والعدل والمساواة، لأن حقوق الإنسان مكفولة لكل فرد ولكل جماعة كما أقرتها الشريعة الإسلامية. عملت العصابة الأسدية على استمالة بعض أبناء القرية لتشويه سمعة العائلة عبر الفرقة الحزبية البعثية التي افتتحوها في بلدتهم، وانضم إليها المختلفون مع آل الغزنوي فقط ليتاح لهم مناوئة آل الغزنوي، وكانوا غالبا ممن وزعت عليهم أراضي الغزنوية نتيجة قانون الإصلاح الزراعي كما تسميه عصابة الأسد. وقد ظهرت للشيخ محمد معشوق مواقف قوية لا سيما بعد انتفاضة آذار عام 2004،
عندما قام بدور دبلوماسي من خلال معارفه من الوجوه الكردية وغير الكردية في دمشق، محاولا إطلاق سراح المئات من الشباب الكردي الذي تم اعتقاله على مبدأ الهوية عقب أحداث مباراة كرة قدم بين فريقي الجهاد والفتوة، عندما أمر محافظ الحسكة المجرم بإطلاق النار على المتظاهرين الكرد، ما أدى آنذاك إلى مقتل العشرات من الشباب الكردي وجرح المئات بالرصاص الحي الذي أطلق عليهم. وتبين فيما بعد أن ذلك تم بأوامر من وزير الداخلية علي حمود ورئيس النظام المجرم بشار الأسد. ولا شك أن نظام البعث الحاقد وعلى رأسه الزمرة الأسدية كانت تغذي وتعمق الهوة بين العرب والكرد وتزيد الشقاق بين الطرفين. كيف لرجل يحمل فكرا ألا تتبعه مخابرات الأسد الطاغية كانت تتعقبه منذ مدة بسبب شخصيته المؤثرة ومكانته العلمية والاجتماعية وعلاقاته الواسعة وصراحته في التحدث عن ضرورة إنصاف الأكراد السوريين ودعوته لإبطال القوانين القمعية. تم استدعاء الشيخ محمد معشوق الخزنوي مرات عديدة إلى الدوائر الأمنية الأسدية للتحقيق معه في علاقته بالمطالبات الكردية. لقاؤه في أوروبا ببعض وجوه المعارضة في رحلته الأخيرة إليها جعله يتحسس أنه بات مطلوبا، ما أوجب عليه أن يتخذ التدابير المطلوبة ضمن مدينته، غير أنه لم يفعل. وأثناء أسفاره إلى دمشق كان ينطلق بسيارته وحيدا، فنصبت له مخابرات الأسد الطاغية كمينا في دمشق في 10 من أيار سنة 2015. وعلى إثر اختفاء الشيخ تجمع نحو 10,000 كردي في 21 من أيار في مدينة القامشلي للمطالبة بالكشف عن مصير الخزنوي، ولكن دون جدوى. وبدأت المخاوف على حياة الشيخ تكبر أكثر، لا سيما أن عصابة الأسد لم تتفاعل مع الأمر أبدا. استمر اختفاء الشيخ 20 يوما حتى تواترت الأخبار عن رؤية بعض الأطباء للشيخ في مستشفى تشرين العسكري بدمشق وهو في حالة يرثى لها بين الحياة والموت، وقد أعطي بعض المضادات الحيوية والعلاجات وسط تواجد أمني كثيف في المستشفى، أي قبل يوم واحد فقط من مقتله على يد الأنذال. قامت مخابرات الطاغية بإرسال جثته إلى دير الزور ودفنها هناك من أجل إشعال فتنة بين العرب والكرد. ثم انتشر خبر مقتله في الأول من حزيران 2005، وخرجت على الفور وزارة الداخلية في حكومة المجرم تعلن إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من 5 أشخاص قاموا باختطاف الشيخ معشوق الخزنوي من دمشق ونقله إلى حلب ثم قتله. ولفقت مسرحية على عادة الدجالين بأن قاضي التحقيق الأول بدمشق خالد حمود يشرف على كامل التحقيقات مع هيئة الكشف الطبية التي عينها القضاء، نافيا أن يكون قد تم اعتقال الشيخ معشوق من أي جهة أمنية. لقد قتل الشيخ بسبب التعذيب الوحشي الذي تعرض له على يد مجرمي الحقد الطائفي في أقبية الأمن العسكري، والهدف من قتله كان خنق روحه الكبيرة والقضاء على همته العالية ومنعه من تحرير أمته من نير العسف والحقد. سيبقى مقتل الشهيد محمد معشوق الخزنوي وصمة عار في جبين السلطات البعثية في سوريا، ذبحته أيادي الغدر والوحشية والطائفية والحقد في أقبية الأمن العسكري في دمشق. هذا الرجل الذي لم يقترف جرما سوى أنه كان سوريا كبيرا وصادقا، وتكلم بما لم تقبل به أحقاد الطغمة المجرمة المتسلطة على أمتنا، فاحتل مكانة رفيعة لدى السوريين عموما، فما كان من طغمة الأسد إلا أن أنشبت أنياب أحقادها في جسد الشيخ بعد أن اختطفته كلاب الأمن العسكري. وها هم باتباع أساليب القتل والاعتقال يريدون حرمان سوريا من مفكريها ومن علمائها، يريدون أن تكون سوريا لآل الأسد، ولكن هيهات هيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة الحضور، يشرفني أن أقف بينكم
في مهرجان الإمام علي وحقوق الإنسان، ويعز علي أن أرى هذه المعادلة بتراء. فربما الإمام علي أخذ جزءا من حقه، ولا أقول كل حقه. ربما الإمام علي أخذ جزءا من حقه، بحيث أن واحدا مثلي مهما تحدث عن الإمام علي يشعر أنه لا يبلغ ذراع، كما يقول قائلنا: وكل أبناء الإسلام هم أبناؤنا، ويتحدثون باسمنا فرسا كانوا أم عربا أم غير ذلك. يقول قائلنا: هرچی هست از قامت ناساز و به اندام مخ ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. إن بردتك، حليتك، كسوتك التي تمن بها على الآخرين لن تأتي ناقصة، تأتي وفق مقاساتهم. لكن إن ظهر للعيان عيب في كسوتي أو مظهري فإنما هو من بدني. وأي واحد منا يوم يتحدث عن الإمام علي وشعرتم أنه ما أوفى الحديث حقه، فليس هو إلا في المتكلم، ليس النقص إلا في المتكلم. يوم ينطبع في ذاكرتنا هذه الصورة عن الإمام علي أقول إنه أخذ جزءا من حقه. لكن مع الأسف إن عجز المعادلة وأعني به حقوق الإنسان فلم تأخذ ولا جزءا من حقها، علما أن الإسلام بقرآنه وسنة نبيه فصل حقوق الإنسان تكريما وإعزازا وتحريرا. وإذا كان لابد للإنسان أن يرى القرآن متحدثا ويرى القيم متجسدة في أشخاص، فإن خير من يمثل قيم القرآن ودستور القرآن وتفاصيل حقوق الإنسان في شريعة الإسلام هو هذا العنوان الذي اخترناه، هو الإمام علي. وإنني لن أتحدث عن مسيرة الإمام علي الطويلة في خدمة الإنسان، لكنني أحاول أن أنقل لكم نبذا مختصرة بسيطة لتروا أن حقوق الإنسان هذا المصطلح الذي انتهكت حرمته، هذا المصطلح الذي أصبح شعارا مفرغا بل سلاحا في وجه الضعفاء والمساكين، هذا المصطلح الذي بدأ الناس يتاجرون به في أيامهم الأخيرة. نحن رفعنا راية هذا المصطلح قبل أكثر من 1400 سنة تجسيدا وسلوكا وتطبيقا. ولو أنكم عدتم معي إلى مواثيق الإمام علي ورسائله، وخاصة عهده لمالك بن الأشتر، هذه الوثيقة التي ينبغي أن تكتب بماء الذهب على باب مجلس الأمن إن كان لمجلس الأمن حرمة لدى الإنسان ولدى البشرية. إنها عهد يظهر ما للإنسان من مكانة وإعزاز عند شريعة الإسلام وعند الناطق الرسمي باسمها الإمام علي. إن الإمام علي ينظر إلى الإنسان كقيمة ذاتية، قيمتها، كرامتها، عزتها في ذاتها، بغض النظر عن أي ميزة أو أي فروقات أخرى. مسلما
أو غير مسلم، عربيا أم عجمي، ينتمي إلى طبقة لها مكانة بين قومها أو إلى الطبقة الدون بين أفراد المجتمع. ولذلك حين يوصي مالك بن الأشتر يقول له: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على أعربي، وأن الخلق، هذه ترجمة كلامه، وأن الخلق عيال الله وخيرهم لعياله. يذكر له قائلا: دم الذمي، ولعل البعض يستعمل مصطلح الذمي ويشعر بصغار، لكن مصطلح الذمي أرفع مستوى من أي مصطلح آخر يمكن أن تختاره لمن يختلف معنا في العقيدة. إن الذمي منسوب إلى الذمة، أي أنه في ذمة الله ورسوله، ومن آذاه فقد آذى الله ورسوله وخفر الله في ذمته وذمة رسوله. دم الذمي كدم المسلم. يقول له: لا تكن عليهم، على الرعية مسلما أو غير مسلم، لا تكن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم. لا تقل إن فرصة أن أكون حاكما لمصر هي فرصة كما يفهمها الآخرون، كل، اسرق، ارتشي، انتهك فأنت راحل. لا تكن عليهم سبعا ضاريا، فالخلق صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يرسم حقوق الإنسان في ماله، ملكية الفرد مصانة. يقول له: ولا تمسوا مال أحد من الناس، مصل ولا معاهد. ليست الحصانة لمال المسلم فقط. إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج. طبيعي أن يساهم المواطنون في ميزانية دولتهم، لكن الدولة التي تقوم وتبني ميزانيتها على أساس الإساءة للمواطنين لا قيمة لها ولا بقاء لها. إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع دابة يحمل عليها في درهم، فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو الزائد عن حاجتهم. إن الاعتراف بحقوق الإنسان السياسية حديث العهد. الناس تربوا على أن يكونوا على دين ملوكهم، وأن يسمعوا ويطيعوا لهم عبيدا عند أسيادهم. وما تحدث الناس عن الحرية السياسية إلا في القرن الأخير ربما، أو قبل الأخير في القرن العشرين. لكننا نفتخر أن لنا تجربة في الحرية السياسية والتعددية قبل أكثر من 1400 سنة، إلى درجة أن الحاكم أصبح ينظر إلى نفسه محكوما لرعيته، أي أن التعددية بمقدار عدد المواطنين. ولذلك يقول الإمام علي: لقد أصبحت الأمم تشكو ظلم رعاتها وأصبحت أشكو ظلم رعيتي. إن الرعية أصبحت حاكمة بعددها، والمحكوم واحد هو الرأس الذي هو الشخص الذي يقف على رأس السلطة. كان بإمكان الإمام علي ككل الحكام
أن يستخدم السيف لكل ناقد، لكل متمرد على الحكم، متذرعا بالحفاظ على أمن الدولة، أو أن الدولة تمر بحالة طوارئ ليقوم بتصفية كل المعارضين للحكم أو للرأي، لكنه أبى ذلك لنفسه، لأنه رجل ينطلق من منطلقات وضعها الإسلام واضحة صريحة، أن لا استخدام للسيف إلا باستخدامه من الطرف الآخر. أما إذا كانت المعارضة في الأطر السلمية والنقد فلم يسمح الإمام علي، وحين أقول لم يسمح الإمام علي إنما أقول لم يسمح الإسلام، لم يسمح الإمام علي بأي تجاوز عليه، لا بقمع ولا بمنع ولا إساءة. لذلك تجده يوم يخطب على منبر الكوفة ويقاطعه رجل ممن يكفره، رجل من الرعية يكفر رأس الدولة، ويقول له في مسجده وهو على كرسي عرشه على منبره، يقول لله أبوه، لله در أبيه يعني، لله أبوه كافرا ما أفقه. لكل خليفة لكل حاكم رعية، جماعة. إن برت جماعة علي تريد قتله، هكذا تقول لأمير المؤمنين لله أبوه كافرا ما أفقه، فمنعهم الإمام اتركوه. ما الذي حصل؟ كل الذي حصل أن الرجل سبنا. ما الذي حصل؟ إما سب بسب أو عفو عن ذنب، إما أن نرضى أن ننزل إلى مستواه فنشتمه أو أن نعفو عنه. أما أن تقطع رقبة رجل فقط لأنه تفوه بكلام ولم يشهر في وجهنا سيف. إن الأمم اليوم يجب أن تعود إلى هذا الموقف لتستلهم منه كيف تحترم الإنسان حتى لو كان يخالفك، حتى لو كان يقصيك، حتى لو كان يكفرك. إن الإمام علي كان يريد للأمة أن تعيش في فضاء سياسي رحب، يريد أن يعطيهم بل يعلمهم كيف ينتقد الحاكم. واسمع معي إلى هذا الموقف. أتاه الخريت ابن راشد يوما قال له: يا أمير المؤمنين، إني خشيت أن يفسد عليك عبد الله بن وهب وزيد بن حصين من رؤوس الخوارج. بالمناسبة الخوارج هم أناس منا وفينا، لهم رأي غير رأينا، تمردوا على حاكمنا. يقول الإمام الشافعي: لولا علي بن أبي طالب لما عرفنا فقه الخوارج. لقد اعتدنا كما هو عادة الأمم أن الذي يختلف معنا أن نقطع رأسه، أما أن ندعه منا وفينا يرتاد مساجدنا بل يأخذ أعطياته من بيت مالنا حتى وهو خارجي، حتى وهو يكفرنا لا نكفره. هذا الفقه يقول الإمام الشافعي ما عرفناه إلا من معاملة علي للخوارج. يقول هذا: لقد سمعتهما يذكرانك بأشياء لو سمعتهما لم تفارقهما حتى تقتلهما. فقال علي: إني مستشيرك فيهما، ماذا نفعل؟ يريد أن يجس نبضه. فقال الخريت: آمرك أن تدعو بهما فتضرب رقبتهما. صف المعارضة كما يقول زبانية الطواغيت
الطبقة التي تصطاد في الماء العكر حول الحكام المستبدين. آمرك أن تضرب رقبتهما. فقال علي: لقد كان ينبغي لك أن تعلم أني لا أقتل من لم يقاتلني. مشكلتك أنك تتعامل مع شخص لا تعرفه، لا تفهم تركيبته. أنا لا أقتل من لا يقاتلني. من يختلف مع الرأي فحسابه بين يدي الله، أما أن أريق دما فهذا شيء ليس من طبيعتي. الإمام علي كأنه في زمننا هذا يخاطب الأمة الإسلامية، بل يخاطب حكام المسلمين كيف يتعامل مع الأجهزة الأمنية. الإمام علي يرسم الخطة لحكام المسلمين كيف يتعامل مع الأجهزة الأمنية والسلطة التنفيذية التي تحيط بهم. يقول في وصيته لمالك: وليكن أبعد رعيتك منك وأشدأهم عندك أطلبهم لمعايب الناس، فإن في الناس عيوبا الوالي أحق من يسترها، فلا تكشفن عما غاب عنك منها، فإنما عليك تطهيره ما ظهر لك، فاستر العورة ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك. ولا تعجلن إلى تصديق ساع. كتبت التقارير أصحاب الخطوط الجميلة: ولا تعجلن إلى تصديق ساع فإن الساعي غاش وإن تشبه بالناصحين. سيدنا الإمام بعد أن رسخ مبدأ الشورى كنظام يحكم العلاقة بينه وبين عامة الناس، ركز على أن يكون للحاكم، وهذا ما تفتقر إليه إذا كنت معنيا، فإنما أنا معني بشعوب الإسلام، هذا ما تفتقر إليه الأمم الإسلامية. ركز على أن يكون للحاكم يوم يأتي إليه الناس يسمع إلى شكواهم، تفتقر إليه الأمم الإسلامية. ركز على أن يكون للحاكم يوم يأتي إليه الناس يسمع إلى شكواهم، غير متناسب بأن يوصي واليه حين يفرز هذا اليوم أن يكون اليوم بعيدا عن الشرطة، عن الحرس. يقول: واجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك. دع الدولة جانبا وتفرغ لذوي الحاجات، وتجلس لهم مجلسا عاما تتواضع فيه لله الذي خلقك، وتقعد عنهم جندك وأعوانك. بعد عنك جندك وأعوانك، بعد عنهم حرسك وحراسك وشرطك، حتى يكلمك مكلمهم غير متعتع. حين تجعل جلسة لك وبين يديك العشرات ممن يلوحون بعصيهم وبنادقهم، سآتي أنا صاحب الحاجة وأتعتع وأكتم حاجتي ولن أستطيع أن أؤديها كما هي. أبعد حارسك حتى يتكلم مكلمهم وهو لا يتعتع. وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. ليست مهمتك أن تعطي الصلاحيات لوزارة المالية لتنهب أموال رعيتك. ليكن نظرك في عمارة الأرض أكثر من استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة. لن تستطيع أن تأخذ من الشعب إلا إذا عمرت البلد. ومن طلب الخراج بغير عمارة، هكذا يقول الإمام: من طلب الخراج بغير عمارة أضر بالبلاد
وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلا. يضع ضوابط للحاكم كيف يختار وزراء، يقول إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شاركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة. يقول في الضمان الاجتماعي: ثم الله في الطبقة السفلى ذوي الدخل المحدود الذين لا أحد لهم إلا الله. الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزمنة، فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا، واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم، واجعل لهم قسما من بيت مالك، ولا يشغلنك عنهم بطر، فإنك لا تعذر بتضييع التافه لإحكامك الكثير المهم. فرغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع، فليرفع إليك أمرهم أمر الضعف، ثم اعمل فيهم بالأعذار إلى الله يوم تلقاه، فإن هؤلاء أحوج إلى الإنصاف من غيرهم. بل في قضية الحيوان، وتعلمون أن الإمام علي لم يعش في عالم الغرب حتى يدفعه الترف إلى الانشغال بالحيوان، إنه ما تفرغ للحيوان إلا بعد أن انتهى من أمر الإنسان، لا كما هو الأمر في عالم الغرب تعيش كلابهم حياة أفضل من البشر في كثير من بقاع الأرض. يقول الإمام علي: لا تنهك الأمة بالحل فلا يبقى شيء لوليدها، لا تفصل الناقة عن وليدها. يوصي صاحب الخراج أو صاحب الزكاة: إذا دخلت قطيعا لا تدخل دخول متسلط عليه ولا عنيف به، ولا تنفرن بهيمة. يقول الإمام علي: ما من دابة في الأرض أو بالأحرى هذه آية: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يقول الإمام علي في قضية حقوق الحيوانات: ما معناه أن الأفلاك السبعة وما جاورها لو عرضت عليه لما مس منها شيئا وهو يدوس بقدمه طرف نملة. إن هذه الحقوق التي رسمها الإمام علي في وثيقته وعهده لمالك بن الأشتر يجب أن يعود المسلمون إليه رعاة ليحكمون وفقه، ورعية لنعرف ما لنا على رعاتنا، خاصة في هذا الظرف الحرج الذي يشار إلينا كمسلمين على أننا إرهابيون، لا علاقة لنا بحقوق الإنسان، عنيفون، نفرض رأينا على غيرنا بالقوة. نحن بحاجة إلى أن نكتب هذه الوثيقة بماء الذهب لنقول للناس: هؤلاء نحن، وهذا هو تراثنا، ومن ثمارنا تعرفون. وشكرا لإصغائكم. يعني لنعطي أيضا سماحة الشيخ الخزنوي وقته، يعني واضح يعني يا سماحة الشيخ يعني بأنه الفتن المذهبية يعني تجاوزها غير المسلمين، يعني ولكن يعني ربما قد تكون هذه الفتن الآن أو هذه الفتنة الآن يعني أكثر ما يعاني منها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه حقيقة نحن جميعا نلاحظها، لكن أنا اسمح لي أن أحاول أن أجيب على سؤالك للأستاذ هرموش.
قلت أنه الفتنة مذهبية أم سياسية، وأنا أشعر أنه يعني ما اكتملت الصورة. نحن عندنا الخلاف المذهبي يوما ما كان فتنة، بالعكس هو عامل إغناء للفقه الإسلامي وتوسيع لبوابات منجمه، كل واحد منا يأخذ من هذا المنجم ما يناسب وضعه الاجتماعي والدنيوي والسياسي وما يتناسب مع اختياراته الأساسية في العقيدة. يعني على قاعدة الحديث الشريف اختلاف أمتي رحمة. إن طبعا هذه في خلاف في سند هذا الحديث، لكن هو الاختلاف في الرأي حقيقة نحن جميعا نستفيد منها ونصل من خلالها إلى الخيار الأفضل للأمة في الزمن المحدد. وربما رأي من الآراء كان يوما ما مرجوحا نستفيد منه اليوم فنراه راجحا، لكن الفتنة دائما تكون سياسية، والسياسيون هم الذين يستغلون الخلافات المذهبية. علما أحيانا كانت الخلافات المذهبية في الصميم، وأذكر لك مثالا. الإمام الشافعي يرى أنه لا نكاح إلا بولي، المرأة لا تلي نفسها، بينما الإمام أبو حنيفة يرى أن المرأة تلي نفسها، ولكل منهما أدلته. نحن لسنا في معرض النقاش، لكن الموضوع أن هذا يراه نكاحا وهذا يراه سفاحا، أو على الأقل نكاحا مشبوها باطلا له أحكام خاصة يعني. مع ذلك ما سمعنا أي سجال بين المدرستين، لأن الفرقة السياسية التي كانت تقود المذهبين ليست لها مصلحة في تأجيج مثل هذا الخلاف. بس انه يعني حديث الفرقة الناجية ما له اي دور بتأجيج الفتن مثلا، يعني عندما تحتكر الحقيقة الإلهية مثلا. المسلمون يجمعهم القرآن الكريم، وما اتفقت الأمة على صحته من الأحاديث النبوية، وهناك أحاديث تتناقض في مفاهيمها. فالإمام الغزالي يروي حديثا يناقض هذا الحديث ويقول إن الأمة تجتمع 73 فرقة، واحدة في النار والفرق الأخرى هي في الجنة. بس ما كل فرقة ساعة ذاك تعتبر نفسها بأنها الناجية. لا، إذا قلنا أن واحدة في النار وال72 نعم. ناجية، بس هو بالتطبيق العملي على بالمجتمع وعلى الأرض العكس. يعني نأتي إلى دور السياسيين في دعم فكرة معينة وإقصاء الآخر وتقزيم فكرته وإبعاده عن الساحة، لأن الوجود السياسي يحتاج إلى إيديولوجية واحدة يساوي من خلالها على حرية حتى الجماهير. هذه المسألة سماحة الشيخ، يعني السياسي يعني خاصة عندما يعني يكون له مشروع ما يحاول أن يستند إلى نص فقهي مثلا مقدس، يعني هو أحيانا هذا يبرر له هذا العمل. شيخ خزنوي، يعني برأيك أنه أليس هناك يعني قصور مع يعني في إفهام الناس بأن الاختلافات بين المذاهب هي اختلافات في فهم النص؟ بالتأكيد القصور واضح، ونحن الآن أمام هذه المسؤولية. يجب أن نوضح الصورة للناس. نحن سابقا كانت تسود مدارسنا فكر أن الناس عوام، وأنا لا أريد أن أستعمل هذه الكلمة، قاصرين عن الفهم والاستيعاب، هذا واضح. نعم. ودائما نحن نسوقهم كمقلدين أمامنا دون أن نبالي بفهم هؤلاء الناس. ونحن نعلم أنه في الإسلام لا يوجد مفهوم رجال دين. أي مسلم مهما كان موقعه هو يتحمل مسؤولية تجاه هذا الدين. علينا أن نبصره ونحمله المسؤولية أنك مثلي. ربما أنا أكون اطلعت على جوانب اطلع عليها، لكن يجب علي أن يتحمل مسؤوليته. وأنا كإمام في مسجد أو خطيب أو مرجعية دينية، حين أعلم أن الذين أمامي هم ليسوا كحجارة الشطرنج، إنما يستطيعون أن يقولوا لي لما، وهو الفهم الذي عاش تلاميذ النبي. وهذا لا يحدث. تلاميذ يعني النبي عليه الصلاة والسلام عاشوا على تسميته بالعوام. اسمح لي سيدي الكريم، أنا أريد أن أنبه إلى هذه النقطة. تلاميذة النبي عليه الصلاة والسلام عاشوا معه على هذا المبدأ، وهم يعلمون أنه معصوم. لما كان يتصرف أي تصرف كانوا يحاولون أن يأخذوا جوانب الرأي منه. يوم أنزل الجيش في مكان قالوا هذا منزل أنزلكه الله، واضح. أم هو الرأي والحرب والمكيدة. لكن يعني مضطر أن أتوقف مع فاصل وأعود إليك سماحة الشيخ، ولكن في 3 نقاط أساسية من خلال القسم الأول.
المسلمون بحاجة إلى يعني الاعتراف بثقافة الاختلاف والإيمان بها، أيضا نبذ يعني كل ما يقال عن فكرة المؤامرة، وأيضا يعني النظر إلى الأسباب الداخلية والتخلي عن الازدواجية في الخطاب. بعد سماحة الشيخ خليني انتقل إلى سماحة الشيخ خزنوي، طرح سؤال إنه ماذا تفعل مع فقيه بصرف النظر إلى أي درجة علمية وفقهية وصل يفتي بذلك. أيضا أضف ما سأله أحد الحضور. طبعا سماحة الشيخ بين أن القضية قضية أخلاقية، وأضفت أنه فيها بعد ثقافي. اسمح لي أن أذكر بداية موضوع بسيط كان يمر معنا في قضايا الفقه في كتب الأحناف. هل يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية؟ الأكثر أنه لا يجوز، ولكن ذهب البعض بجوازه قياسا على الكتابية، يعني قيسوها مع مثل المسيحية واليهودية يعني. نعم. طبعا أنا كنت أقرأ هذه الفقرة بشيء من الاستهجان، لكنني الآن أنا مقتنع أن أطالب بها. أطالب المسلمين أن يقيسوا مذاهبهم وطوائفهم بأهل الكتاب يا أخي. اسمح بالخلاف معك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه نصارى نجران ويصلون في مسجده إلى الشرق، وبالتأكيد كانوا لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم ويقرؤون الفاتحة، بالتأكيد كانوا يصلون على طريقتهم ولا يجد في ذلك أي غضاضة. سمح لهم أن يعلقوا صلبانهم، يعني هذا أضعف الإيمان. سمح لهم أن يعلقوا صلبانهم. وتعرف ما معنى تعليق الصليب؟ الصليب معناه أنني كاذب أنا في عقيدتي، أنا كمسلم لا أعتقد أن المسيح صلب، ومع ذلك أسمح للمسيحي أن يعلق الصليب ما دام هو مقتنع بها. خليفة المسلمين يوم فتح القدس أزالت الأقدار عن الصخرة التي يعتقد المسيحيون أن المسيح صلب عليها، علما أنه يناقض عقيدته. نعم طبعا. أنا أدعو المسلمين إلى أن يعاملوا الطوائف الأخرى، المذاهب الأخرى، وطبعا أنا أقولها بكل مرارة، نعم يعاملوهم معاملة أهل الكتاب يا أخي. أضعف الإيمان. أضعف الإيمان. شيخ خزنوي، يعني أشار الدكتور سيد هرموش إلى التعبئة الفقهية أحيانا يعني عند كل الأطراف، وهذا عامل يساعد. يعني هنا أيضا يعني تبرز عملية ويبرز دور علماء الدين في ذلك. طبعا الفتنة دائما نبحث مسببها هو من يستفيد منها، لكن دائما أنا أجزم أن الأدوات والآليات منا، لأن الفقه التعبوي هو يدفع إلى هذا المجال، هذا الاحتقان تجاه الآخر، أنه أنا على الحق وغيري على الباطل. بعد نقطة أخرى، لما مذاهب خمسة؟ يعني لما نبرمج الناس على أن هناك مذاهب خمسة ثم لا رأي آخر؟ ما المجال مفتوح لكل الناس. يعني هو قصد أنه الإطار العام يعني تحديد إطار عام للحركة الإسلامية هو نوع من الجمود، بمعنى ذلك أن خارج هذه الفرق الخمسة على باطل. بيأدينا شيخ حمزة، وصلنا إلى المرحلة. لا يا أخي، افسح المجال للمسلم أن يتحرك، افسح له أن يتحرك. لا خطر من الاختلاف على مئات من الآراء، خلي يختلفوا، وفي النتيجة كل واحد منهم سيدفع ضريبة اختياره أمام الله. ثقافة الاختلاف يعني عندما خلي يختلف يدفع ضريبة اختياره أمام الله. هذا رأيه وصل إليه. نعود إلى الشيخ المهاجر، تفضل. فضيلة الشيخ، إنه ليش إحنا بنحكي إنه فلان سني أو فلان شيعي اللي قتل؟ هل الذي قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هل هو سني أم شيعي؟ من قتل الإمام الحسين هل هو سني أم شيعي؟ أو من قتل عثمان هل هو سني أم شيعي؟ أود أن أقول أن من يقتل المسلمين فهو ليس بمسلم ولا يحمل صفة شيء من الإسلام سوى اسمه أو اسم من أحد آبائه، مثلا عبد الله أو محمد، هو ليس بمسلم لكن أسماءه تدل على شيء من الإسلام. نحن نود أن لا نقول أن هذا مسلم فجر في مسجد سني أو مسجد، وليس مسجد سني، مسجد للإسلام هنا أو هناك في جميع الأماكن. طبعا هذا حكمي وحكمك، لكن هذا وليس الواقع. التقسيمات طبعا تختلف حسب الزمان، ما كان هناك تقسيمات سني وشيعي قبل 1400 سنة، كان هناك تقسيمات أخرى، لكن ضمن هذا الزمن
هذه التقسيمات صحيحة وهي وراء هذه العمليات، شئت أنا أم أبيت، لأن أنا وأنت نراه غير مسلم خارج عن الجماعة الإسلامية، لكنه صلى التهجد في الليل ودعا أن يتقبله الله شهيدا، لا تنسى. إيه بس إنه هذا شو يعني، ماذا يعني ذلك سماحة الشيخ؟ توجيهي أنا له، يعني ممكن أي فقيه بين قوسين أن يأخذ مثل هذا النص ويعبئ به مريديه وأتباعه. لذلك نحن الآن أمام مسؤولية فك الارتباط بين المريدين والشيخ. طيب. الناس ليسوا نعاج. أنا برأيي أنه على جميع المراجع والعلماء الدين أن يوعوا من يصلون خلفهم في خطب الجمعة وغير خطب الجمعة بأن هذا ليس مسلم، وأن لا فرق بين المسلمين، ولو يقولون هذا مثلا سني أو شيعي، لأن الإنسان البسيط الغير متعلم يعرف أنه قال الشيخ له أعمل فعمل. نعم. لي سماحة الشيخ خزنوي قبل الفاصل معنا دقيقة واحدة سماحة الشيخ، يعني عندما ينطق المرء بالشهادتين كيف يعني إلى ماذا يمكن بعد ذلك تكفيره؟ نطقه بالشهادتين يعني أنه كما قال الأستاذ عصم دمه وماله وأصبح مسلما من أهل القبلة، لا يمكننا أن نكفره إلا بثوابت معينة ضبطها أهل العلم، ويجب أن تقام عليه الحجة، ويجب أن لا يكون جاهلا بأحكام الشرع. وفي النهاية اليقين لا يزول بالشك. رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يمكنني أن أسلب صفة الإيمان عنه حتى بحديث عندي صحيح هو بخبر الأحاد. مال مقدار 10 ليرات لبنانية لا يمكنني أن أسلبك إلا بشاهدين عدلين. هناك كثير من النصوص التي أنا أراها صحيحة أو سماحة الأستاذ يراها صحيحة، لكنها ما ثبت إلا عن طريق شخص عن شخص عن شخص، خبر أحاد، وما اتفقت الأمة على صحة هذا الحديث. كيف يمكنني أن أسلب عن هذا الرجل الحصانة وأريق دمه؟ طيب، على مناهج التدريس في الحوزات العلمية إلى أي مدى يعني يمكن إعادة النظر فيها؟ والله أنا طبعا لي رأي في هذه المناهج، والمشكلة أنه حين نطرح شيء عدونا الذي يستفيد من هذا الواقع سبقنا في طرحه أو صاحبنا في طرحه ينظر إليه بعين الريبة، لكن الحقيقة مناهجنا تحتاج إلى إعادة النظر. تصور أن فقهنا في عهده الذهبي يسمح لأهل الكتاب أن يتعاطوا ما هو محرم في شريعتنا كالخمر، وإذا أتلف مسلم خمر الكتابي يغرم بقيمة هذه المادة لأنه غير مخاطب بتفريعات الدين. نعم. لكن لو جئت إلى مناهجنا سواء في الحوزات العلمية أو في المعاهد الشرعية للسنة تجد أن هناك فقه تمزيقي، فقه كيدي. نعم. فقه كيدي. أضرب لك مثالا لو سمحت. نقطة مهمة. نعم. مثال في قضية المسح على الرجل. الشيعة يرون أن الرجل لا يمسح ولا يمكن أن يقبلوا بالغسل، علما أن الغسل يتضمن مسحا، والسنة يسمحون بالمسح على الخف ولا يمكن أن يسمحوا بالمسح على القدم، علما أن المسح على القدم أولى بالمسح من الخف، لكنه فقه كيدي فقط لإقصاء الآخر. أنا أريد أن أفهم الذين يتخرجون من مدرستي أنني أنا أمتلك وحدي الحقيقة وأحتكر الخلاص. هنا المشكلة كبيرة جدا، فقه الكيد وفقه الكيد. نعم، وهو طبعا ربما ليس من المناسب أن أنشر غسيلي أنا الآن أمام الجمهور، لكنه موجود. طيب، وأنا أناشد كل الناس القائمين على المعاهد الشرعية. يعني أنت كعالم دين ماذا تفعل لأجل ذلك؟ وأنا ألقي المسؤولية المباشرة. ما يعني أنا أنت الآن أنا وضعتني أمام مسؤولية أن أرد على الأخت التي قالت إنها مؤامرة خارجية. أعداؤنا في الخارج يستفيدون، لكنها ليست مؤامرة خارجية، المؤامرة في الداخل. مع الأسف أنا كمرجعية أنا أستفيد من هذا الواقع، لكن أنتم الشباب الذين تحترقون في هذه الفتنة لا أحد يتحرك. نعم. اسحبوا البساط من تحت أقدامنا، نحن لا نمثل الله. لما لا تتحركون؟
لما لا تقررون مصيركم بأيديكم؟ أنا من مصلحتي أن تكونوا غثاء أتحرك بكم كما أشاء، لكن أنتم تساعدوننا. مرة نقول للمرجعية للشيخ للإمام لا، يعني أنا مستفيد من هذا الواقع. أنتم تحترقون، تقول أنت ضع الحل، أنا لا أضع الحل. ما أنت يعني أحد القضية أخلاقية يا سيدي، القضية أخلاقية. لو صحت علاقتنا مع الله لقدنا الناس، لو وجهناهم إلى ما فيه مصلحتهم. سادت في مدارسنا ثقافة لا تعترض فتنطرد، كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل. هذه قضايا يجب أن يتنبه إليها الجمهور. تحرير الفكر. أنا لا أريد أن أتهم أنني أريد أن أقود ثورة ضد رجال الدين، لأنه أنا واحد منهم. يعني أنا في عندنا قول طبعا هذا فكر، لكن هل هذا هو الذي نعيشه في كنائسنا، في مساجدنا، في حوزاتنا؟ هل هذا الذي نعيشه أم نعيش ثقافة الاستسلام؟ نعود للجمهور مرة أخرى قبل أن أنتقل إلى سماحة الشيخ المهاجر. وجه السؤال لفضيلة الشيخ. حديث شريف كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. نحن لا نقدر أن نمشي بدون راعي. الأسرة في البيت دون رب أسرة لا تمشي. المدرسة بدون مدير لا تمشي. لكل راعي ولكل مسؤولية. أنتم الراعين عنا، وأنت تقول اسحبوا البساط من تحت أقدامنا. خلف من نمشي؟ من الذي أعطانا السلطة أن نكون نحن رعاة؟ لما لا تكون أنت الراعي؟ أنا اسمح لي أن أقول كلمة. أحد الناس كان من المتواكلين فوجد سببا لتواكله، يقول إن طيرا كان يلقم أفعى، والله الذي يرزق هذا الأفعى الأعمى كيف يتركني؟ فترك. يقول له هذا المصلح: لما لا تمارس دور الطير الذي يعطي للأفعى؟ لما تستسلم لتكون أنت تمارس دور الأفعى؟ من الذي أعطاني صلاحية أن أكون أنا راعيا؟ لما لا تكون أنت الراعي؟ كل إنسان دراساته وعلمه. أنت رجل دين متعلم أكثر مني وأكثر لكن من غيري. لست إمعة يا أخي، يجب أن تفهم. أنا إلي مصالح معينة، أنا إنسان، أنا إلي بشر، تتجاذبني عشرات القضايا. قد أكون في موقع سياسي، في موقع اجتماعي، في موقع اقتصادي. لما تجعلني ملاك أمامك؟ ليس أجعلك ملاكا بصفة أنك فضيلة مثلا عالم دين، لكن لا أرى أحدا أفضل من فضيلتكم. مثلا أبحث عن شيخ آخر أو آخر حتى أجد الذي يراودني إلى الحقيقة. لا ترتبط. خذ من أيهم شئت، لا ترتبط. تفضل. سماحة الشيخ، إذا كان الراعي لا يقدر أن يصل بالسفينة ورعيته إلى بر الأمان، لماذا لا يتنحى هو من نفسه ولا يطلب من أحد أن يسقط الستار من تحت؟ إذا كان هو مطلوب أن لا تصل السفينة إلى الساحل، أحيانا يثقب الإنسان السفينة من أجل أن ينقذها. إذا كانت له مصالح في عدم وصول السفينة إلى البر، لما لا يمارس الركاب دورا معينا؟ سيغرق معها عندها، يعني مش معقول أن الواحد يجي ودور حاله. هلا التكليف القضية والمحاسبة. القضية يعني أعمق من أن نترك الناس هكذا غثاء. أيضا سماحة الشيخ الخزنوي، وأيضا السؤال نفسه أو قبل أن أتوجه ذلك السؤال، هل أنت خائف من الفتنة؟ طبعا أنا خائف من الفتنة، والفتنة كما قلنا تحصدنا الآن جميعا. نحن الآن بدأنا ندفع الثمن. طيب كيف يمكن درء الفتنة؟ درءها ركزت أنا وأظن أن الرسالة وضحت. نحن نريد توعية الشارع الإسلامي، مكافحة الأمية الدينية لديه وتحميله المسؤولية. نحن كمرجعية، طبعا بالمناسبة أنا لست مرجعية، أنا أحد الناس الذي أدفع ضريبة ولائي للمرجعية. لو أنا خرجت على المرجعية سيفصلونني من عملي ويأخذون المسجد مني ويأخذون كل الامتيازات، ولذلك أنا مضطر أكون مرتبط بالمرجعية. نعم. المطلوب أن يتحرك الشارع دينيا من أجل أن تحمينا من مدارسنا. هناك بين المسلمين فكر ومنهج جديد، لكن يقبر من خلال استنساخنا. يجب أن نكون صورة عن المدرسة القديمة. سماحة الشيخ، معشوق الخزنوي، وأخطأنا كثيرا في اسمك بين الفتحة وبين الكسرة. المهم أن تحافظ على الاسم الأول المعشوق. نعم. الخزنوي لو أخطأت فيه لا يهم.
وبود وبود. لفبونا تا تلسكا دست بيكيا شنشكا فهات سلاستكرنا هاواريا دالك دالقان دي لسيبرين طاوهيفي مجدا باو ورچپا وكيشاي تنزاني بو هلميد كيشا دفراما بلنگازا فالاهيه و از ندم بو لبر بيري كرني سرشت وسطيانا برينا ككفنارا دنگ بو شتورفا ايشيت بهيست بيدنگين و چدا افرانت مرنكا بچو پستا پستا هجمارتنا بيوان لبر درگه هر فرشتيكي سرودك ترصيحيا دهيلا هر بير هاتنا كيدا رونديك رونديك بكوفا بل بچوا از لبر سينورن اوجاغا تا باري سسرات منا روج بكوفا چو و سيف و از جخولي بو خوليه الماما جشاف بو شوي خون بو خوني رش بو كاغزي باوش دارا هاي وهم بيسكرنا لا فيجن تا صندا بيري كرني بيرغيبونا آورين تا ين بشدار أفينا ما لسر باسكن كافل هشتين بالتني من جي دخست جا أفينيرا كلو دردين خبريسن من هات فريجا لسر درفشا بيف قلوان لهفوكن مشقرتين وان بهنا ما يجيتي وشافين حيقان زمان زهايا جيان توج مرار زلندار باجار غمجينا دنگ ملولا زيمار 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 گووندا ازاديه خوراوینیا من شوین خاطر خستنان خوین زهابوینن خود هنارتن اقیانوسان دن هوراندنا درگهن شین گریدانن مدا وانین خوش گوپیتکن طول هلدانن مراواندن داری سری خوا دا نخستیا زاروک بر بسرودن تفتن نزیکاهیل دارستانه دکن هاتن 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 شف دنگا شف زلالة شفي جتد خوازن گریدانن دقی خوا بجبين غوسن تد پرزنینن و جنافي تا كلهان بوخو آوادكن مدد شيخي من مدد مدد غوسي من مدد ببينا لكو دفري لسر چدا فشي هلبستن خودهونن بنيرا لور أري لور دزانم دل جزاروكتي تير نبوبو أري لور بلا عاصمان بقري دهم بيزا تدا بلا بقري درگه لبر خوددن ميخن هشمنديا سيستمك بوتين هز بالسنجن خوهم بيزدكن لور أري لور بيغانه بوي مينا دلي أفسانيكي تدلي خدايا دستن ما أري سرمستي إيشي أم أري أم زفيكي قشاقرتي جيان خندقي تلبر كناري جيهانك خلماش دجوار إيرو البردرقه صالفقرنتا كتومات مبلا ولنا قيرينا تدچو بلندبو سرودا فرهادان لبيرامتاني لافجا سي محمدان لبيرامتاني سترانا چند دوازده آداران چند نوروزان لبيرامتاني كا ام دستي خوا لتشخوني دريج بكن جتش اهنگي اوجاغا تبر بخوا بينن و جكي جان خاطر خسني جكي جان خويني وانيان وربقرن شيخي من مدد
هینجی زاروک لبر چیروکن و عسكر هاتا و تنفن هینجی کلیلکن خونا ما شهيد خزندي دسترينن هینجی خطبن تا كليتن قهرمانينا هینجی دل مدى قرتيا هینجی چافديري استيرا رجيا جي عاصمين ام هینجی هسرتا آزادينا ام هين هینجی توزا قورك دناف بسكو كزين بوكو قيزن مدى دقيرن هینجی دناف بيفو هافوكاندا نيتيرفانن بكارانينا هيسران ملفانن شيخمن ديواري ما بدنجي تا برنجي تباراستينا جئريشن كيم كرني مزنترن ديواري ما جهوارو في غانان بلنترن ديواري ما جخونن دجمنان ربر سنجو آسي جهن ديواري ما سترانا ما هینجی دبيجي دست قدرت كوه لافت مجبجنا تنقاب بجمال جبروتي منما برد وحجاب لقلن تيطرنا زك كو سحر قرتي خناف دي أباريقي قنينان جحصت صحتي قلاب لو دچنگي مدخويني كود أشقى تبستاز ما ببجنا تدخوين نيقان هون ورباب قهويا تلخي دقل زحري هلاهل بدري مجدستي تمبارك شكر آميز قلاب مجدستي تمبارك شكر آميز قلاب شكر آميز قلاب شهيد الكلمة الشيخ محمد معشوق الخزنوي. إن الحقوق لا